هل قصي فعلا يتهرب من المناظرات؟ هذا السؤال سأجاوب عنه في هذا المقطع القصير. قمت برفع مقطع فيديو قبل أيام قلت فيه بأن الدكتور هيثم طلعت فعلا قد وضع شرطا تعجيزيا لا معنى له، وأن المناظرة يمكن أن تجري على النت دون هذه العوائق. لكن سؤال يطرح على أتباع قصي: ألا يضع قصي شروطا تعجيزية عندما يطلبه الآخرون للمناظرة؟ وهناك مناظر عراقي اسمه علي أميري، وهو مناظر ومحاور محترم خصوصا في باب العقليات. قد عرض مسبقا مناظرة على قصي بطار. هل تعلم ماذا كان اشتراط قصي لقبول هذه المناظرة؟ تعال إلى المناظرة بيني وبينك. وبالمناظرة بده يفتح لي الكاميرا ويحط لي إياها على وجهه الجميل، هي الجيجا تشاد. اشترط عليه اشتراطا مضحكا، وهو أن يظهر بوجهه أثناء المناظرة. لماذا قصي اشترط هذا الشرط؟ لأنه يدرك أن علي أميري لن يقبل بهذا الشرط ولن يظهر وجهه، لأن هذا اختياره الشخصي سواء كان له مبرر أو ليس له مبرر. فما دخل وجهه ورأسه في مناظرة فكرية؟ هل ستناظر فكره أم وجهه؟ لكن هل تعلم لماذا قصي وضع هذا الشرط التعجيزي من الأساس؟ ببساطة لأنه ضعيف في مادة العقليات، بينما محاوره علي أميري قوي في هذا الموضوع، وبالتالي ليس في صالح قصي أن تجرى هذه المناظرة. وأختم بسؤال لأتباع قصي: هل ستتهمون قصي بطار في هذه الحالة بوضع شروط تعجيزية للهروب من هذه المناظرة كما فعلتم مع الدكتور هيثم طلعت؟ أم أن المنطق لديكم يتم تعطيله في هذه الحالة وتفعيل منطق القطيع الذي هو العاطفة؟